اهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو يتاخر كتير عن استخدام العدسات الصلبه في علاج جفاف العين. ايه ده؟ عدسات بتعالج جفاف العين؟ ده احنا نسمع ان العدسات اصلا بتزود اعراض جفاف العين. ايوه، في عدسات بتعالج جفاف العين. ايه الموضوع ده؟ خليكم معايا. سبب التاخير في الفيديو ده اللي انا دايما كنت بحب ان انا لما اتكلم عن موضوع اكون جربته مع عدد من المرضى، تابعتهم بنفسي، وصلت لنتائج كويسه اطلع اتكلم عنها. بس في الموضوع ده لكذا سبب، لان ما قابلنيش يعني ناس حابين ان هم يعملوا الموضوع ده. ثانيا العدسات دي مكلفه شويه. طب ايه فكره الموضوع ده؟ ازاي عدسه اصلا تعالج جفاف العين؟ هي العدسه مش بتعالج اصل جفاف العين، هي بتدي ارتياح لجفاف العين. العدسات العاديه، العدسات اللينه، لما بحطها على القرنيه اسمها عدسه لينه، عدسه طريه بتتشكل على القرنيه بتاعتي. بس العدسات دي مختلفه، العدسات دي عدسات صلبه كنا بنستخدمها في علاج القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه عشان احسن النظر بنستخدم لهم عدسه صلبه. خلاص، كأن دي القرنيه مثلا اللي فيها مخروطيه، انا لو حطيت عدسه لينه خلاص هتتشكل على القرنيه. لا، انا بحط عدسه صلبه. العدسه الصلبه دي في النص كده عامله زي القبه، في ما بينها مسافه وما بين القرنيه الطبيعيه بتاعتنا. فانا كده كأني لغيت القرنيه اللي فيها مخروط وكونت قرنيه جديده. فده الاساس او الفكره العلميه بتاعت القرنيه المخروطيه. كان اسمها قبل كده ما اسمهاش سكليرال، كانت عدسه اصغر شويه وكانت صلبه ناشفه، فكان بيحصل بينها مشاكل. العيان يشتكي ان في حاجه ناشفه في عينه، ان اللبس والخلع بتاعها مؤذي او متعب شويه. فعملوا منها نوع جزء طري اللي هو اللي في الطرف، والجزء اللي في النص بتاعنا بيكون ناشف، وكبروها شويه عشان كده بقى اسمها سكليرال. سكليرال يعني الجزء الابيض اللي في العين، فبقت بتسند لحد البياض. العدسه العاديه، العدسه اللي هي اللينه، العدسه العاديه الزينه او العدسات العاديه اللي بنستخدمها في علاج ضعف النظر، في تصحيح ضعف النظر، عدسه صغيره قوي. العدسه الثانيه دي ضعف المسافه بتاعتها، عدسه كبيره بتسند على السكليرا الجزء الابيض، والطرف بتاعها طري، فبقى الاستخدام بتاعها احسن شويه. طب فكرتها ايه بقى في علاج جفاف العين او تقليل الاعراض بتاع جفاف العين؟ انا لما بحط قطره، القطره دي بتفضل شويه مرطبه لي سطح العين، فما بحسش بالاعراض بتاعه الجفاف والاحتكاك بتاع الجفن والالتهابات اللي موجوده في الجفن والكلام ده كله. بس مهما كان القطره او حتى الجل اللي هستخدمه هيجي له وقت وهينشف، فالقرنيه هتفضل ايه؟ هتفضل ناشفه، والاعراض هتزيد وهيحصل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها. طيب دلوقتي العدسه الصلبه دي ما هياش ساندة على القرنيه. العدسه الصلبه دي ما بينها وما بين القرنيه مسافه. المسافه بقى دي او الجزء ده مش مليان هواء، لا، ده احنا قبل ما بنلبس العدسه بنقوم معبيينها سائل صلاين محلول وبنلبسها على العين. فكده بقى ما بين القرنيه وما بين العدسه المسافه دي مش مليانه هواء، ده مليانه سائل. السائل ده على طول على القرنيه ما بينشفش. تخيل انت حاطط قطره تفضل طول اليوم مش بتنشف. When you feel the liquid, that means the lens is close, but continue to push a little more until the lens is properly in place. After, gently let go of your eyelids. If the cool sensation of the liquid causes a blink reflex, you can try placing an unopened vial of preservative-free saline under warm water to increase the temperature of the liquid. Then, fill the lens with the warm saline and insert as normal. فده هيقلل جدا من الاعراض بتاع جفاف العين. فكره كويسه، فكره حلوه. الناس كلها اللي جربتها في العالم كله قالوا ان هم حسوا بارتياح كبير قوي، بالذات الناس اللي جربت قطرات وعلاجات مختلفه وما وصلتش النتيجه. فاحنا دلوقتي عايزين في التعليقات اي حد جرب العدسه دي يعرفنا. طيب ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ مميزاتها ان هي خلاص انا هقلل جدا من استخدام القطرات. مميزاتها ان العدسه دي هتقعد معايا فتره. العدسات دي يعني بتاخد ممكن تقعد وقت، ممكن تقعد سنه ونص، سنتين. عيوبها بقى شويه ان هي عدسه مكلفه، عدسه يعني مستورده، فممكن تكون تكلفتها عاليه. بتحتاج الاول يعني ما نشتريهاش كده، لا، دي عدسه بتبقى معموله، يعني كل واحد ليه مقاس معين، فبنعمل لها حاجه اسمها فيتنج، او بنعمل لها ان احنا بنظبط المقاس بتاعنا. بيجي الفني بتاع العدسات مع الشنطه بتاعته بياخد المقاس بتاعنا بتاع الكيرف بتاع القرنيه وبيعمل لنا الجوز العدسات بتاعتنا. بتحتاج تنظيف وعنايه. المفروض ان هي لما بقت يعني سوفت هارد، يعني مش كلها هارد، بقت استخدامها احسن شويه من العدسات الصلبه اللي كنا بنستخدمها زمان. بس كده ده كان الموضوع بتاعنا. انا مستني تعليقات كل الناس اللي كانوا بيكلموني ويقولوا لي احنا استخدمنا العدسه دي وحسينا بارتياح شديد وده العلاج النهائي للجفاف وما بقيناش بنستخدم القطرات المرطبه. لو تعرفوا اي حد استخدمها خليه يعمل لي تعليق في الفيديو ده وشاركوه مع اصدقائكم. وده كده كان استخدام العدسات الصلبة
او عدسات السكليرال اسف في تقليل اعراض جفاف العين. مع السلامه.